السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا حضرات، كل سنة وحضراتكم طيبين. يعني معلومة كده على السريع، الناس اللي عايزة تعمل تحجيم في البطاطس. التحجيم في البطاطس يا جماعة ناخد بالنا ان انا شغال مع صنف دائري، يعني الصنف اللي هو بيبقى الكروي ده زي الكارة وما شابهها، ولا شغال مع صنف مفلطح زي الزبونطة والسلانة والحاجات دي. الاصناف الدائرية مفيش مشاكل خالص انك وانت بتحط حاجات التحجيم بتاعتك، سواء كان البوتاسيوم بجميع اصنافه، سترات، اسيتات، نترات بوتاسيوم، ممكن تحط جبريليك. الجبريليك يعني وانت بترش البطاطس يكفي 2 قرص الفدان مع 50 سم سيتوكاينين مع نص كيلو بوتاسيوم من مصدر محترم. الاصناف المطاولة زي الزبونطة والسلانة بلاش، لانها تعمل تشوهات. فيعني ده رجاء بكل اختصار، البطاطس الاصناف الدائرية الكارة وما شابهها ينفع معاه جبريليك. الزبونطة وما يشابه الزبونطة ممنوع معاه الجبريليك. ده معلومة كده على السريع، ويا رب تكونوا دايما حضراتكم بخير، واعملوا لنا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.